لسه فعلا بيتحرك في باقي. يلا بينا. اهو مسكناه، على الاقل هيعيش لحد المد الجاي. مع السلامه يا بنت، ومعاكي الميه. الحاجه دي سلاح فعلا. اطلع على المركب قبل ما قاروش الفور تهجم عليا. يلا بينا، هو تقريبا محتاج مساعدتنا. في الاخر لازم نلاقي ملك الشعاب ده. احنا لسه واصلين في نص الحاجز المرجاني العظيم، وللثلاث ايام الجايين هنعيش ونعسكر هنا يا جماعه. عندنا ميه فيروزيه جميله وجزر متفرقه. انتوا عارفين ان استراليا فيها اكثر الحيوانات جنونا في العالم، وان شاء الله في الايام الجايه نقدر نصطاد شويه منهم باسلحه مختلفه. بس لازم نخلي بالنا برضو، عشان في حاجات كتير هنا عايزه تقتلني يا صاحبي. معانا الشنطه هنا، ومعانا كمان مجموعه اسلحه كامله، وكمان عندنا المركب اللي راسي هناك قريب من الشاطئ، وفي شويه مكونات جواه. وانتوا عارفين اني مستحيل اروح اي مكان من غير الحاجه دي. معانا كويك ريفايف. لما الدنيا تصعب علينا هنا في الجزيره هناخد ده. أنا فعلا جبت أقل حاجة ممكنة معايا هنا في الجزيرة، فخطة الهجوم هي نشوف إذا كنا نقدر نصطاد أكلنا بنفسنا. لما أقول لكم إن كل حاجة هنا عايزة تقتلني، أنا فعلا اتهجمت من قرش قبل كده. في الجزيرة دي يا جماعة في قروش في كل مكان، عندنا سمك شيطان البحر وتعابين البحر، كل حاجة عايزة تقتلني. يا نهار أبيض يا جماعة، إحنا فعلا عندنا بروش الشعاب البحرية وسلاحف على الشاطئ هنا. يا نهار أبيض، يا سلام، المية صافية جدا. هم فعلا بيتمشوا على حافة الضفة هنا، الجنة على الأرض، لحد ما قروش الشعاب دي تقلب عليا. وعشان كده لازم نكون حذرين جدا هنا خلال الأيام الجاية. أنا لسه شايف أحلى حاجة في الدنيا. يا نهار أبيض، بص على ده. عندنا فرخ طائر بحري صغير، هي جميلة جدا، هتبقى حيواني الأليف الصغير خلال الأيام الجاية، ونتأكد لو اصطادنا أكل بعدين هنرجعه لها. في حيوانات كتير بتستخدم المية اللي حوالينا والأرض هنا كبيتها، وده مهم جدا إننا نتأكد إننا بنحترمهم وما ندخلش في حياتهم. المركب بتاعتنا هناك يا جماعة، إحنا على وشك نركبها ونبدأ نستكشف الجزيرة دي. عايزين نشوف لو نقدر نلاقي أي نوع أكل. أنا أصلا جعان يا صاحبي، وكمان عندنا أحلى جو ممكن تتخيله. معايا فرانكي، هو هيكون ربان الرحلة يا جماعة. والخبر الحلو إن مفيش كلاب في الجزيرة دي يا أخي، يعني مش هتاخد أي حاجة من الحاجات دي معاك. البيت كلها هزار بيني وبين فرانكي. إحنا هناخد استراحة شوية من أكل الكلاب يا أخي. أنت مديني أمل زيادة قوي يا صاحبي. هو قالها وإحنا هنروح نجيب سمك كويس. يلا بينا يا أخي، يلا. يا نهار أبيض، الصوت عالي جدا. يلا. احنا سيبنا الجزيرة ومعانا القوس والسهم تحت المية لأول يوم. الحاجة دي سلاح جامد بجد، والسبب اللي هنستخدمه يا جماعة هو إننا بنصطاد في الشعاب الساحلية. هننزل في مياه عمقها حوالي من 5 ل7 متر، وإن شاء الله نقدر نستخدم الحاجة دي نصطاد بيها وحوش. وفي الآخر هنغوص في مياه عميقة عشان نصطاد ملك الشعاب. دلوقتي عندنا تحدي بالقوس والسهم، ده مش سهل ابدا نصطاد حيوان بيه. انا متحمس جدا عشان الميه حوالينا صافيه زي الكريستال. يلا بينا.
يا جماعة أنا لسه لاقي كورة ديفو جامدة جدا، سمكة ديفو كلاودي فيش. هنزل وأوريكم، يلا بينا. ده الرذاذ العملاق يا جماعة. لا ده جنان يا صاحبي، بص على الحاجة دي، ده لازم يكون أكبر واحد اصطدته في حياتي يا صاحبي. بتهزر؟ يا نهار أبيض، ده مجنون، بص عليه. تمام، هناكل ده على الغدا. لازم نصطاد حاجة أحسن بالقوس والسهم. شيله من هنا. يا جماعة النهاردة كان يوم مجنون فعلا، وفي الآخر طلعنا بالسمكة المرجانية الجميلة الصغيرة دي. فم كبير قوي، وده اللي بيستخدموه عشان يمصوا الفريسة بتاعتهم، وكل البقع الصغيرة اللمعة دي عليه بتساعده يندمج مع المرجان. هو مش أكل كتير، بس إن شاء الله في الأيام الجاية نقدر نصطاد سمك أكبر. وفي الآخر لازم نلاقي ملك الشعاب. بصوا كده، عندنا قرش صغير هنا، قرش إيبولايت صغير، بصوا عليه. ايوه مسكته، انا مسكته، اصطدته. هو قوي جدا، هو قوي جدا. شبه شويه يا جماعه، القرش ده فعلا بيدور على اكل في الميه الضحله. هنسيبه يروح. تمام، اسف يا اخويا. بص عليه. هجيب السكينه بتاعتي واقطع الفيليه بسرعه. يا نهار ابيض يا جماعه، بصوا على ده، صدمه. لازم تشموا ريحه السمك. احنا حرفيا بنشوف القروش بتسبح جنب الشاطئ. يا ساتر، هو جاي عليا على طول. بصوا هناك كده، عندنا فيليه جميل من سمك القد المرجاني، وده جاهز يتحط على النار على طول. عارفين ده علامة كويسة لما الهيكل العظمي يبقى شفاف ونقدر تقريبا نشوف الغروب من خلاله. أنا حرفيا لسه لاقي كنز كبير من مسدسات المياه السيكي كاما. أظن إن القروش كلها بتعوم حواليهم. هم عارفين إن هم هيستمتعوا جامد 100%. القروش تلعب حرب نيرف ولا أي حاجة بمسدسات المياه يا صاحبي. دول مجانين. عندنا 800 حاجة بتحصل في نفس الوقت. عندنا سلاحف هنا، عندنا قروش، عندنا سمك بينط. الدنيا مقلوبة. هنظبط الموضوع ده دلوقتي. بص على ده. وكمان عندنا الحاجة الجامدة دي يا جماعة، ده بهارات تاكو. الحاجة دي جامدة جدا، تقدر تشم ريحتها دلوقتي. الموضوع خرافي. لسه واخد صدفة المحار دي هنا. هقلب السمك بتاعنا.
عندنا سمك هامور مرجاني جميل ليومنا الاول. يلا ناخد شويه فتافيت منه. يا نهار ابيض، كله بسرعه. بصراحة ده مش معقول خالص. هشوفكم بكرة الصبح بدري، هوريكم أنا نمت فين هنا، وكمان هعمل لكم جولة صغيرة. الموضوع هيبقى أكتر جنان من كده بكتير. أسلحة جديدة، حيوانات أغرب، وإن شاء الله سمك أكبر. صباح الخير عليكم هنا في الجزيرة دي. الجو النهاردة شكله مجنون. عايز اخدكم على المعسكر واوريكم بسرعة انا نمت فين هنا امبارح بالليل. وكان في حاجات مجنونة حصلت هنا في الجزيرة دي كمان. معانا الخيمة المحمولة السريعة دي. بصراحة احنا محظوظين انها ما طارتش. كان في قطع كبيرة من الشعب المرجانية داخلة في ظهري امبارح بالليل. النوم ما كانش مريح خالص. عندنا يوم كبير النهاردة وهنجري ورا حيوانات ضخمة. مش قادر استنى، بس عايز اوريكم حاجة بسرعة جدا. في آثار ضخمة هنا، والآثار دي بسبب السلاحف. السلاحف بتطلع في نص الليل وبتحط بابها. شفتوا امبارح العصر واحنا بنطبخ كانوا طالعين على الشاطئ، وفي مئات من الآثار دي حوالين الجزيرة كلها. انا فعلا لسه شايف حاجة على الشاطئ ده. بصوا هنا كده. تعال هنا يا صاحبي، تعال هنا، تعال هنا يا عم. انا بحاول اساعدك، انا بحاول اساعدك، انا بحاول اساعدك. عندنا هنا طائر صغير جميل يا جماعة. مش عارف ايه اللي حصل لأمه او ايه اللي بيحصل. هو حرفيا على وشك ان مية المد تجرفه. انا عادة ما بتدخلش خالص، بس بعد حوالي ساعتين الطائر ده هيبقى تحت المية تماما. انا مش بتدخل ولا حاجة زي ما انت شايف، هو بس بيرتاح عليا. هو لطيف جدا، هو صاحبنا المفضل في المغامرة دي. قولوا لي في التعليقات نسمي الطائر الصغير ده ايه؟ يا صغير انت لطيف قوي. على الأقل هيقدر ينجو من المد الجاي. بس في حاجة تانية ممكن تقتل الطيور دي هنا. دلوقتي تقدر تشوف الشجيرة اللي ورايا دي، ليها دور مهم جدا هنا في النظام البيئي. دي زي الطائر الصغير اللي كان معانا، بس ده ميت. وده الشجر اللي كل الطيور دي بتحط بيضها وتبني أعشاشها فيه في الجزيرة دي. وهي بتفرز عصارة يا جماعة. العصارة دي بتلزق في جناحات وريش الطيور، وبعد كده الطائر مش بيقدر يطير تاني وبيموت. ولما الطائر بيموت هو فعلا بيوفر مغذيات للأشجار دي. دي دورة الحياة والطريقة اللي بيكملوا بيها بعض. الشجرة بتوفر مكان للطيور عشان يحطوا في بيضهم ويخلقوا حياة جديدة، لكن بعد كده الطيور فعلا بتموت بسبب الشجرة، وده بيساعد الشجرة إنها تكبر. انتوا عارفين أنا بحب الحيوانات قد إيه؟ وبصراحة نفسي أساعد كل طائر هنا، بس زي الطائر الصغير ده مفيش أي فرصة إن الأشجار دي تكبر وتزدهر وتخلق حياة أكتر للطيور دي إلا لو الطيور دي ماتت في الجزيرة دي. احنا حتى لقينا شوية سعاب مرجانية صغيرة. احنا لسه في الجنة يا أخويا. احنا في اليوم التاني، معانا أسلحة جديدة، سمك كبير، وأنا متحمس. يلا بينا. يا نهار أبيض، يلا بينا. أهو لقيناه، ده كبير. يا نهار، ما عنديش فكرة ده إيه. لقيت واحد من أغرب الحيوانات على الإطلاق. هحاول ما يتعضنيش. استنى، تعالى هنا يا صاحبي. ده اللي بنسميه لسان طويل. أنا شبكت المسكين ده في عينه. بص على المنقار ده كده، هو حرفيا هيكسر أي حاجة يلاقيها. بص على ده، ده مجنون. مش هناكله، هنسيبه يروح، هنكمل الصيد. بص على الحيوان ده. تمام، هو مشي خلاص. تمام يا جماعة، احنا لسه خارجين من البحيرة الزرقاء، ودلوقتي معانا السلاح التاني للتحدي. دي بندقية صيد صغيرة. دي مجرد بندقية صيد صغيرة. أول ما نصطاد حاجة بالرمح ده نقدر نستخدم السلاح الأقوى ونطارد الوحش هنا على الشعاب إن شاء الله مع غروب الشمس النهاردة. بص على المية حواليا دلوقتي صافية بشكل مش طبيعي.
إن شاء الله نقدر نستخدم السلاح ده عشان يدينا ثقة ويدخلنا على العصر لأقوى صيد ملك الملوك يا جماعة. عندي سلاح مجنون عايز أوريه لكم بعدين شوية، بس لازم تفضلوا معايا عشان تشوفوه. الأول هننزل المية ببندقية الصيد الصغيرة. يلا بينا. مش قادر اشوف السلاح ده. يا جماعة احنا عملناها يا شباب. بصوا هنا كده، ده سمكة هامور مرجانية صغيرة جميلة، ودي من أطيب الأسماك في البحر. الكيلو منها ب $200، ده سعرها في المحلات هنا. القروش كانت بتجنن، كانوا عايزين السمكة زي بالظبط يا جماعة. شفتوا إننا ضيعنا كذا طلقة؟ السمكة كانت بتقاوم جامد في الأول. شفتوا امبارح إننا اصطادنا سمكة كود مرجاني، والنهاردة اصطادنا تراوت مرجاني، واللي في الآخر تعتبر نسخة أكبر وأحسن من السمكة اللي اصطادناها امبارح. هجيب السكينة بتاعتي وهبدأ أمشي على طول العمود الفقري للسمكة، وأنا برفع بقشرها بعيد
قطعة جميلة من الهامور المرجاني فوق البحيرة الزرقاء. ده هيكون لحم السيفيتشي بتاعنا، هنسيبه هنا كده. هحط 3 ليمونات عليه على طول. الإحساس جميل في كل الجروح اللي في إيدي يا جماعة، بجد بقول لكم. كنت حلقت هنا شوية قبل كده. جو هنا عندنا خيار، بصل أحمر وطماطم، حاجات بسيطة جدا يا جماعة. مفيش غير طريقة واحدة نخلص بيها ده. عندنا شوية صوص هنا، هنحط ده فوق. ويا جماعة تتبيلة التاكل مميزة، عمرنا ما بنروح مكان من غير الحاجة دي. بصوا على ده دلوقتي، شكله رهيب، المنظر جامد جدا. جه وقت الاكل. احلى حاجه في الموضوع يا جماعه ان دي ترابيزه الطعم، وبرده المكان اللي بناكل فيه الغدا. يلا بينا ناكل. الحاجه دي بالذات لازم تجربوا ده، خصوصا في بحيره زرقاء زي دي. الموضوع جامد فوق الوصف. يا سلام، يا نهار ابيض، ده طعمه جامد جدا. اللحمه فريش قوي، حرفيا لسه بتتحرك في بقي. عارف ايه احسن حاجه في ده؟ ده بس غدانا، معانا سلاح جديد تماما، مش قادر استنى اوريه لكم. هنكمل شويه كمان وبعدين جه وقت نختم مع ملك المحيط. لسه مخلصين الغدا والدنيا هاديه تماما دلوقتي. الموضوع جنان. بص على الجو ده، تقدر تشوف كل السمك وكل حاجه من على المركب. واو. استخدمنا نوعين من الأسلحة اللي مش قوية قوي. دلوقتي احنا على وشك نطلع مدفع كبير. ده بندقية صيد بالرمح، معمولة مخصوص ليا يا جماعة من روب ألن، فشكر كبير ليه. عليه نقش قرش الحوت، فيه ستون متر من الحبل تحت هنا، والمدى بتاعه يقدر يوقع ملك المحيط. وعشان كده معانا الراجل ده هنا، هو الكابتن اللي سايق المركب. لازم نجيب الملك يا أخي. تقدر تخليني أوصل له؟ ايوه يا باشا، عندي رؤية واسعة فشايف كل حاجة. يلا بينا. تمام. هو ان شاء الله هيخلينا نوصل لوحش يا جماعة. معانا السلاح الكبير، السمكة الكبيرة، ملك المحيط. انا بس هشغل الكاميرا وهنبدأ. يلا بينا. شفتوا دلوقتي اني نزلت نازله قويه وشفت سمكه ماكريل اسباني كبيره، بس المشكله انه فضل بعيد عني. يا جماعه دلوقتي انا تقريبا وصلت للقاع، ما عنديش طاقه كتير فاضله فيا. احنا محتاجين انتعاشه سريعه عشان نخلص التحدي ده. هنعملها دلوقتي يا جماعه. عمري ما عملت كده قبل كده، بس هنعملها. دايما في مره اولى لكل حاجه في الحياه. يلا بينا، يلا ننجزها. الفليب الصغير وانتعاشه سريعه. يلا بينا.
تمام، حد يديني علبة كبيرة عشان أنا هجيب سمكة. يلا بينا. يلا بينا. ايوه عملناها يا باشا، جبنا سمكة المكريل الملكية. يوهو يا جماعة، يمكن مش أكبر سمكة مكاريل ملكية في العالم، بس كان فاضل لنا كام ساعة نغوص وعملناها. هطلع على المركب بسرعة قبل ما قروش الثور دي تهاجمني، عشان كان في وحوش تحت هناك. انتوا شفتوا كل حاجة كانت تحت هناك. كان في قروش وحوش فعلا، وسمك التراوت المرجاني في كل مكان. أسراب سمك الطعم ذي كانت فعلا مغطية الشعاب. أظن ده أحسن شعاب شفتها في حياتي. يا صاحبي ما كنتش حتى شايف قدامك. فرانكي كمان اصطاد وحوش لنفسه، جاب سمكة صنابل منتصف الليل كبيرة قوي هنا، وسمكة الإمبراطور أحمر الحنجرة دي. احنا اصطادنا شوية راوت ملجاني حلوين. يا جماعة هو ده اللي بنعيش عشانه، جو حلو على المركب مع الرجالة. هنرجع بالسرعة على البر وهنطبخ سمكة المكاريل الملكي والحاجات التانية دي. ياه، المركب كان مليان ميه، فكان لازم نطلع الميه بره، ودلوقتي احنا ماشيين بسرعه. وريهم الخبطه. طيب احنا راجعين للمعسكر، يلا بينا. تمام يا جماعة، احنا لسه راجعين للمعسكر، وفي حاجة مجنونة بتحصل دلوقتي. في سلحفاة كبيرة طلعت على الشاطئ. هي على وشك تبيض بالوقت يا جماعة. تقدروا تتخيلوا السلاحف دي تعبانة قد ايه؟ يا رجالة طلعت كل الطريق ده على الشاطئ، بيقضوا ساعات وهم بيحفروا حفر علشان يبيضوا فيها. احنا مش عايزين نزعجها كتير، بس ده شيء مذهل. هي على وشك تضيف حياة جديدة لكوكب الأرض، وده هو اللي الموضوع كله بيدور حواليه يا جماعة. انتوا شفتوا امبارح اننا قدرنا نصطاد سمكة المكريل الملكي يا جماعة. الحاجات دي مسيطرة. انتوا شفتوا كل سمكة طعم اللي حواليها، وده هو اللي الحاجات دي بتتغذى عليه. تقدروا تشوفوا قد ايه الاسنان اللي جوه دي مجنونة، وكمان جسمهم انسيابي جدا. الزعانف الصدرية دي بتتطبق لتحت وتدخل في فتحات صغيرة هنا، وده بيخليهم انسيابيين جدا. دول المفترسين اللي بيحكموا المية هناك، واحنا قدرنا نصطاد واحدة منهم. بصراحة يا جماعة مفيش أحسن من كده. بصوا على اللحمة دي. احنا بقالنا كام يوم بنصطاد، وأخيرا جبنا ملك الشعاب. اديني غسلة.
يا نهار ابيض يا جماعه، اسمعوا الصوت ده. الحاجات دي حرفيا بتنور دلوقتي. شويه ليمون وأعشاب، مفيش احسن من كده. ده يا نهار ابيض، ده شكله تحفه. يبقى عندنا شويه ليمون فريش فوق الوش على طول، شويه مايونيز كوبي كده على الوش على طول. ملك المحيط، يلا نجربها دلوقتي. بص على ده. دلوقتي عرفت ليه هو ملك المحيط. يلا يا اخويا، يلا جربها. تمام، انتوا عارفين فرانكي هو اللي عرفني على السمك. جرب يا اخويا. ايه رأيك؟ صح كان يا اخويا؟ يا جماعة، احنا عملنا كده اخر 3 ايام، دخلنا في واحدة من اجانين التحديات. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. هتلاقوا فيديوهات اكتر هنا فوق، واشوفكم في المغامرة المجنونة الجاية. كل الحب ليكم، يلا.